ستوري تايم. زمان وانا صغير في اعدادي، كنت انا واخويا وائل التوأم بنروح نشتري كتاكيت. الكتكوت ب 170 قرش. نشتري لنا مثلا 100 كتكوت، 200 كتكوت، وكنا بنربيهم في السطح. يكبروا شوية مثلا يعملوا 400 جرام، 450 جرام. بنديهم لجارنا، كان عنده محل بتاع فراخ، ياخدهم مننا وكنا نكسب يعني. واحد صاحبنا عجبه الموضوع، فراح لامه قال لها ده احمد وائل بيكسبوا وانا عايز اكسب زيهم واحد صاحبنا شافنا بنكسب، راح لامه قال لها ده وائل واحمد بيكسبوا، بيجيبوا كتاكيت صغيره ويربوها وبيبيعوها وانا عايز اكسب زيهم. قالت له عايز ايه؟ قال لها انا عايز 50 كتكوت اربيهم. قالت له ماشي. الست اديته الفلوس، والواد اتفق معانا قال لنا خلاص انا هعدي عليكم ونروح بكره نشتري الكتاكيت ده. وقتها كانت اجازه الصيف بدأت. الصيف في اسيوط يعني 43 44 في عز الظهر كده يعني. المهم صاحبنا ده عدى عليا الساعه 11، يا احمد يا وائل يلا نروح نجيب الكتاكيت. قلت له ماشي. نزلنا. على ما وصلنا، هو المكان بعيد بس احنا عيال يعني بنتمشى. اتمشينا مثلا، وصلنا على الساعة 12 الا ربع. هات يا عم الكتاكيت، خد يا عم الكتاكيت. حطيناهم في كرتونة وطلعنا. والله العظيم طلعنا من معمل الكتاكيت كانت الساعة 12 الظهر. فضلنا نتمشى المسافة حوالي مثلا ساعة الا تلت. نتمشى نتمشى وانا ايه، نمشي نعدي على مكتبة فيها مسدسات وفيها مش عارف كور وبتاع، نتفرج والكتاكيت معانا حاطينها على الكرتون في كرتونة على دماغنا. نمشي شوية، ايه ده يا عم ده المسافة بعيدة، ده نعرف طريق مختصر. نفضل نمشي نمشي الطريق المختصر ده حكاية. اخدنا حوالي ساعة ونص. وصلنا بيت صاحبي الساعة 1:30. عمالين نمشي ونحكي واشترينا سندوتشات والكتاكيت معانا لحد ما وصلنا البيت. ايه يا وليد جبت الكتاكيت؟ قال لها يا ماما جبت 50 كتكوت. افتح الكرتونة، 49 كتكوت ماتوا. ما فضلش غير كتكوت واحد. قالت لي يا مجنون يا ابن المجنون. حد يروح يشتري كتاكيت الساعة 12 الظهر اهو ماتوا. فضل لها كتكوت. قالت له واعمل ايه يا اخويا الكتكوت ده؟ خده. دي كانت تاني اغبى حاجة عملتها وانا طفل بصراحة.